أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يجلي أمرا قد يكون فيه غموض على بعض الأذهان يشرحه بمثل معروف محس حتى يتضح الأمر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه لا من يعقله. فقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها أو مثلهم كمثل ذوي صيب أو كصيب من السماء. فهنا مثلا حين يأتي الله بالمثل قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات أخفى من المحسات يجليه المتكلم بشيء محسوس. فمثلا حين يريد الشاعر أن يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أي لا يصبر. ساعة تكسر الزجاجة ما نقدرش ايه، يبقى بيجلي المعنى، لأن القلوب وتنافرها أنت لم ترى معركة بين قلبين، أن دي مسألة غيبية عنك، لأن الذي يحدث في قلب كل واحد من الطرفين لا يرى. فالتنافر انت ما انتش ملاحظه، أمر غيبي يجليه الشاعر بشيء محس. يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يبقى جل الأمر ولا ما جلهش؟ الرجل الذي يريد أن يعطيك صورة رجل أحبب، هل أن أطفال لم يروا واحد أحبب في بيئتهم وأردنا أن نصور لهم إنسان أحبب؟ احنا نعرف الأحبب هو إيه؟ اللي اكتفوا كده وله سلمة إيه في ظهره ورقبته غسانة كده بين اكتافه، يقوم يجي بده يجل الصورة دي علشان اللي ما شافش الأحبب يستطيع أن إيه؟ أن يتصوره. فبقول إيه؟ قصرت أخادعه دول قصيرين، وغاص قزاله رقبته غسانة إيه؟ بين اكتافه كده، فكأنه متربص أن يصفع، خلاص، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعت. ساعة ما انت تشوف الصورة دي اتجلت ولا لا؟ ليه اتجلت؟ بقت صورة واضحة. اهو ده المثل. يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك أمرا غامضا، هو إن كان أمر محس إنما ما بتقعش العين عليه، نجيب أمر محس تقع العين عليه، خلاص؟ او امر معقول مع ايه؟ معنوي وبدنا ندرسه في صورة الايه؟ في صورة المحس. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الايماني وحدانية الله، كده يوم ربنا لما يحب يجليها ليه؟ اللي هي القمة الايمانية، يقول ايه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان باله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملك 10، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين، ورجل تاني عبد لواحد بس، المهم يبقى مرتاح. ليه؟ لانه مرهون بأمر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وإرضاء واحد، إنما التانيين للشركاء ويا ريتهم متفقين، ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الآخر، إنما فما بالك إن كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له روح وده يقول له عايز وده يقول له اتفرد العبد. فكأن الله يريد أن يجلي قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟
بانه الواحد عبد مملوك ل10، ادي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. اذا فايماني باله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا. كده يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا اضرب لكم مثل من انفسكم، انتوا بتجعلوني شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا اطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم. في بقى احسن من كده؟ عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فانتم فيه سواء؟ يعني ايه؟ بيقول انتوا ليه بتجيبوا لي شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له دي وقعد يوزعوا على الموالي كده كلها وهم فيه سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب اشمعنى بيعملها وياه يعني؟ ادي المثل. يبقى المثل عايز يعمل ايه؟ يوضح. ولذلك بقى احنا قلنا في الوحدانيه والالوهيه، ويجي يمثل مثل اخر في الصفه. الله نور السماوات والارض كده، مثل نوره. ما هو انا اصل بقى النور ده مش شايف يعني الاشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحوا لي بحاجه محسوسه. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه ولا غربية. مثل نوره، مثل نور بده يديني اكن نوره ده غامض عليا، فبده يعرفوا لي حاجة محسوسة. يقول انت تعرف حاجة اسمها الطاقة؟ الطاقة اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في البيت زي دي كده، غير نافذة يعني، الشباك نافذ، الطاقة بتبقى ايه؟ فجوة بس مسدودة، وكنا نحط فيها قديم برضه زي كده نحط فيها الايه؟ اللمبة زمان. الطاقة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها الايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الأوضة، مش قلنا المصباح في أوضة، لا، مشكاة طاقة صغيرة كده وفيها مصباح، الحيز ضيق، والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده، غير ما يكون في الأوضة. يبقى إذا النور يبقى أشمل للحيز الضيق. كلام على المصباح ده مش عادي، بقى مشكاه ادي حيز ايه؟ ضيق وفيها ايه؟ مصباح. يبقى الحيز ضيق فاي ضوء يمكن ان يشع فيه، مش واسع، هذا عالم. والمصباح مش عادي، المصباح لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ، المصباح فيه زجاجه، لان لما يكون المصباح بغير زجاجه ياخد الهواء يجيله من كل ايه؟ يقوم يديله طاقة احراق تطلع بتاع صاروخ دخان اول كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح فيه زجاجة، بقى الزجاجة عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك ما يبقاش له ايه؟ دخان صافي. وكمان الزجاجة بس مش كده، برضه بتعكس الايه؟ الضوء، الاشعة. شوف ازاي بقى الحي الضيق مش فاهم ولا ايه؟ والمصباح مش عادي، ده المصباح في ايه؟ والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، شوف ترقيات، حيز ضيق ومصباح غير عادي لأنه في زجاجة، وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه، والزجاجة مش عادية كأنها كوكب دري، أي هي مضيئة بذاتها. الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدري كده. وبقى كل دي الصفات. وبعدين نسمع كمان كأنها كوكب دري يوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة، زيت زيتون، مش زيت زيت قطن ولا بتاع، ده زيت زيتون. وزيت زيتون معتدل المزاج، لأنه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية، لأن دي يبقى لها تأثير ودي يبقى لها ايه؟ تأثير. وده بقى ان شاء الله لما تقعدوا تقروا بقى في الضوء واشعه ليزر وهتعرفوها، هتعرفوا ان الوان الطيف اللي كام 7 كده، 3 كده و3 كده، خلاص. وبعدين فيه اللون الاخضر، فيه الوسط
هو ده فيه ميزات وسطين دون ضرر والطرفين. الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعه ليزر دي ثلاثه كده وثلاثه كده. قال لك لا شرقيه ولا غربيه، يعني ايه واخده الايه؟ واخده الايه؟ الوسط، يعني مزاجه معتدل يطلع الضوء ايه؟ الضوء صافي. يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ ده مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل، مش هو مثل نوره كمشكاة. ادي الحيز الضيق كده فيها ايه؟ مصباح. وقلنا مواصفات الايه؟ المصباح. والمصباح في ايه؟ زجاجه. والزجاجه كانها ايه؟ بذاتها مذ، وبتتوقد من زيت ايه؟ شجره مباركه زيتونه، ولا شرقيه ولا غربيه، كل الاحتجالات. يبقى الضوء بتاعها شكله ايه ده؟ وفي الحيز الضيق ده ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح من كونه في زجاج، ومن كون الزجاجة كوكب كأنها كوكب دري، ومن كون الزيت الذي توقد منه من شجرة مباركة زيتون، ولا شرقية ولا غربية. أيترك في الحيز الضيق شيء مسلم؟ كذلك نور الله للسماوات والأرض. مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه؟ محسوس، علشان يديني الامر الغامض عليها دي بايه؟ وهل هو ده؟ قال لك ده مثل. وانا بقول ده مثل بس. عادة لما كانوا يمدحهم يقوموا يجيبوا الاشخاص البارزين في وصف من الاوصاف ويقولوها في الممدوح. حاتم مشهور بايه؟ كرم. الله، اذا ففيه افراد مشهورون بايه؟ بصفات اجمع الكل على انهم تميزوا بها. فجي بيمدح الاليف فبيقول له اقدام عمرو. عمرو ده ابن هذا كان شجاع. قال اهو لو في اقدام الخليفه لو فيه اقدام مين؟ في سماحه حاتم. خلاص الجواب ده في حلم احنف. احنف ابن قيس ده كان احلم العرب يضربوا به المثل في الايه؟ في الحلم. مرة جماعة سفهاء قابلوه في الطريق وقعدوا يشتموه، فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه، وبعدين قال له يا أخي اللي بيشتموه، قال لهم إن كان عندكم في جعبتكم شيء فأفرغوه، لأننا قد اقتربنا من الحي مخافة أن يسمعكم أحد من أهل فيؤذيكم. في حلم أحنف في ذكاء ياس. يبقى كأن الخليفة جامع الإيه؟ الصفات الحلوة دي. لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفة اقل منه طبعا. ام واحد بقى حب ايه؟ فقال له الامير فوق من وصفت. ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف؟ فاطرق ابو تمام هنيهة ثم اسعفته الريحة فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ما تنتقدونش على لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا، مثلا ما بتتغيرش، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والايه؟ والنبراس. المثل نوره كمشكاة. ساعة ما يجي المثل يبقى يقول لك إياك أن تدرك أن الأمر حقيقة هنا وحقيقة هنا، ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة اللي غيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعد، مش الجنة، ماشي الجنة، قال إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير إيه؟ غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير. مش الجنة دي، ده مثل، ده اللي بقربها لكم مما ما تعرفون. ليه؟ ما يمكنش يكون الا كده. انما يديني الجنة ازاي؟ اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر. الله، طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغة الايه؟ اللغة انما تضع الفاظا لما ايه؟ او لما سمع او لما خطر.
فاذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها اسماء في ايه؟ في اللغه. امال بقى لما يحب يقول لنا ايه بقى؟ يبقى مثل، مش كده؟ ولذلك القران بيقول ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ايوجد الفاظ لما لا نعلم؟ ما يوجدش الفاظ. طب لما يحب يديني صوره لما لا نعلم، يقوم يقول دي مش شيء، ده مثل. وحتى لما يدي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في الميه. لان العربي كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخذ شويه ميه وتحتفظ به، يظلون يشربون منها الى ان ايه؟ لكن ما فيش غيرها. يبقى آفتها انها ايه؟ آسفة. يقول هي ميه بس ما فيها ايه؟ بينزل الكدر التي نشاهدها في مائنا. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الابل يقوموا ياخدوا اللبن ويحطوه يقعدوا ياكلوا منه وبعدين يبتدي ايه؟ يتغير. هم مضطرين ياكلوه. قال لهم حقيقه فيها لبن بس ما فيش فيه الحكايه دي. زي الميه ما فيهاش آسن برضه اللبن ما فيش ايه؟ وانهار من خمر، بس اسمها خمر لذة للشاربين. أرأيت خمرا يلتز منها الشارب؟ بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمز فيه وانت مبسوط. ده بيدلقوا في بقه كده، بنشوفهم في الافلام ساعة ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافة مرور الجرعة على مذاقاته لأن مذاقاتها وحشة. فبقول لك لا دي خمر الآخرة لذة للشاربين، يعني تقعد في ايه؟ تمزمز كده. وأيضا لا فيها غول، ما تغتالش العقول. يبقى برضه جاب المثل بس ايه؟ نضف المثل كمان. كل الشوائب الماء غير آسن واللبن لم يتغير طعم والخمر لذة للشاربين وما فيهاش ايه؟ هون. وعسل مصفى. كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه وبتاع ويبقى اكتم ان فيه الايه؟ الحاجه دي يقول ايه؟ مصفى عسل ايه؟ ما فيش فيه الايه؟ الشوائب اللي انتم بتتضايقوا منها دي. الله اذا بده يديني المتعه من جنس ما اتصور ولكن بلا شوائب ما اتصور. بلا شوائب. ولذلك ايه؟ يقول لك السدر دي النبق. شجرة النبق دي يمكن انت تقول ايه يعني نبق دي؟ ايه يعني النبق اللي بيهتم بيه الله انه في الجنة نبق يقول لك النبقة دي عند العرب على نفس الصحراء. يا سلام على اللي عنده شجرة نبق. بس آفتها اللي فيها شوك. يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضوض، يعني انا مقطع الشوك بتاعه. الله سدر الايه؟ مخضوض. هذا محتاج بتاعه. يعني اذا عمال بيديني المثل، اذا لا يعطيني الجنة ولكن يعطيني مثل الجنة. ليه بيديني مثلها؟ لان الجنة ما دام يقول الله فيها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، نقول ما دامنا لا نعلم ما اخفي لنا من قرة اعين وما دام الرسول يشرح هذا بقوله فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب بشر، يبقى من المنطق ان لا يوجد لفظ في لغتنا يعبر عن نعيم الجنة. فاذا اراد الحق ان يقربها لنا يقوم يقربها لنا ايه؟ بمثل. بس مثل يعمل فيه ايه من امور الدنيا؟ ينقيه من شوائبه ومقدرات النعمة ايه؟ مقدرات النعمة ايه؟ النعمة فيه. هي في الواقع في بعض الاشياء غير مقدرة، لانها الشوكة دي اللي معمولة في الصدر عشان تحميه ويفضل للناس العاقلين اللي يقدر يفادي الشوكة وياخده. لو ما كانتش كده كانت حاجات ثانيه تيجي تاكله وبتاع وحاجات زي دي. الله يحفظها عشان يحفظها. يبقى اذا كلمة مثل عرفنا المثل يأتي لايه؟ لتوضيح شيء غامض بشيء جلي، لتوضيح شيء عقلي معنوي بشيء ايه؟ بشيء محس ظاهر كده. وقد يكون المثل شائعا شاع باستعماله في الناس وفشى في الألسنة. نقول ما دام فشى في الألسنة بقى واستعملناه كلنا يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. اسمه ايه؟ مثل. والامثال ايه؟ والامثال لا تغير. يجي مثلا واحد يقول له ايه؟ انت فاكرني ايه؟ فتقول انت عامل فتوى ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. نقول لاخوه
الاعصار يقول له ما تفتكرش انك يعني كنت شاطر قوي، ها انا اشطر منك. تنقال في كل ايه، في كل واقع تقدر تقولها ايه، هذا الايه، هذا المثل، ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه، فقد لاقيت اعصارا. يبقى معناها انك انت ما تفتكرش انك انت على شيء، لا، صادف درء السيل ايه، درء يقطعه. يعني ان كنت انت يعني كده، لا انت ما انتش واخد بالك مني، مفهوم ولا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فاذا فشى زي ما وراءك يا عصام اللي قلناها، صارت مثلا يطلق على كل حال مشابه، ولذلك لا يتغير ولا تتغير الايه، ولا تتغير الامثال. يجي مثلا كانوا زمان الشاعر يقول لك مثلا يجوا يكووا الابل اللي فيها جرب علشان تفيق، شعر كده ثم تفيق، ويكوا غيرها يخلوا الجربانه واقفه كده، ويجيبوا واحده مش ايه، مش جربانه، ويجيبوا مكوى النار كده قدامها ويروحوا ايه، تقوم هي من العمليه دي ايه اللي يحصل فيها من العوص فكانت تبرأ، كاد العور يكوى غيره وهو ايه، وهو راسعه. يقوم يقول لك ايه، ام جه يعمل يعني في العير كده، قام اتضرفت، ام هو قال قد تضرف العير والمكواة في النار، يعني ساعة ما شافت المكوى في النار قبل ما تيجي ناحيتها حصل منها ايه هذا. تقوم انت بقى تقول دي لواحد قال تلميذ قطر، وبعد جاله جدول الامتحان، وساعة ما جاله جدول الامتحان بقى يقول لك شخ من جدول الامتحان قطر، يجيب الايه، يجيب المثل. يبقى اذا قول الله سبحانه وتعالى بعد كلامه عن المنافقين مثلهم اراد ان يوضح امرهم واضطرابهم وارجحتهم وذبذبتهم باستقبال منهج الله اعلانا بألسنتهم ونكرانا بقلوبهم. قال ايه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. معنى استوقد يعني ايه؟ استوقد يعني طلب ان يوقد، عالج ان توقد. الذي يعالج ان توقد نار مش يبقى له غرض في النار؟ امال بقى امال ليه؟ يبقى هو الذي طلب ان توقد، مش كده؟ وبعدين اضاءت، فلما ايه؟ لما اضاءت كلمه، ده انت اللي طالب، انت اللي ايه؟ انت اللي طالب. وما دام انت اللي طالب كان يجب ان تحترم طلبك. بقى لما تيجي يبقى كأنهم كانوا في حيرتهم الأولى يتطلبون كما يسمع من اليهود أن نبيا سيأتي وإلى آخره، يسمعوا من اليهود كده. كان المفروض إيه؟ أنهم بمجرد ما يجي يقبلوا عليه. قال لا، هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خلاص، فلما أضاءت ما حوله وجات له النار وادته بقى الإشعاع، إيه اللي حصل؟ كان المفروض ان يستجيب، ده هو اللي طالب. فلما اضاءت ايه؟ يمشوا. وبعدين الحق سبحانه وتعالى بيصور لنا انهم لما نافقوا ذهب الله ايه؟ بنوره. بقى هم اللي استوقدوا النار. كان المفروض ان يحترموا نتيجة الاستيقاظ، لان الاستيقاظ معناه الطلب من نفسك، وكونك انت تطلب الشيء من نفسك وبعد ذلك يجيلك ثم تنصرف عنه، يبقى الفساد في ذاتك. يبقى انت ما انتش على سيرة واحدة من استقامة نفسيتك. كان الاصول انك انت تنتهي. وبعدين مشوا قاموا هم ما قبلوش الايه؟ المسألة دي. ساعة ما قبلوش المسألة دي ايه اللي يعمل في ايه؟ ذهب الله بنورهم. شوفوا الدقة بقى. لو نظرت الى اسلوب الآية تجد هنا الفاظ معطاة، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله. كان الاصول يقول ايه؟ بضوئهم. مش هي اضاءت؟ ذهب الله بايه؟ بضوئهم. بقى لما استوقدوا كان المفروض عليهم ان يحترموا نتيجة ما طلبوه هم انفسهم، إلا أنهم لم يحترموا لفساد في طباعهم ومرض في نفوسهم. فماذا صنع الله بهم؟ ذهب الله. أضاءت يبقى ذهب الله بإيه؟ بضوئهم. لا شو الدقة بقى؟ ذهب الله بإيه؟ بنورهم. ليه؟ إيه الضوء وإيه النور؟ اقرأوا إن شئتم قول الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضوء ده أقوى من النور.
اقوى من النور. والضوء ده ما يجيش الا من اشعاع ذاتي. الشمس ذاتيه في الاضاءه، القمر مش ذاتيه في الاضاءه، ده بيستقبل ويعكس، يدي نور بس، يدي. انت قبل الشمس ما تطلع تلتفت تلاقي نور في الكون ولا لا؟ لكن الضوء ما جاش لسه. وبعدين الضوء يجي. يمكن لو قال ذهب الله بضوئهم يعني ابقى لهم نورا، ده المصدر نفسه امتنع. ويبقى ذهب الله بنورهم يعني الضوء من باب اولى، لان الضوء اقوى. يبقى لما يقول ذهب الله بنورهم يعني ما عندهمش ضوء، طبعا ما يمكنش. احنا لما نيجي في الحته بتاعت بين الفجر وبين الايه طلوع الشمس يبقى عندنا شويه ايه نور، لا نور، انما الضوء لسه ما ايه. طب لما ننفي، لو نفينا الضوء يمكن في الحته اللي هي قبل الشمس ما تطلع كده يبقى في شويه نور برضه شايفين بعض، لكن لما ننفي نور يبقى ما فيش الا حمض في الظلمه بقى، ما فيش الا ايه. ولذلك كان منطقي ان نقول وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون. يبقى اذا هم اللي جنوا على نفسهم، هم الذين طلبوا استوقدوا، وبعد ذلك جاءت لهم الايه، نارت لهم النار. فلما انارت لهم النار ايه اللي حصل؟ فساد اذواقهم وفساد قلاعهم، او ما يترتب على ذلك من سيادة من يكرهون، او من سيادة الطارئ على السيادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يعني ينظمون العقود ليجعلوها في تاج ابن ابي عشان يعملوه ملك. فلما جت المدينة فوجئت باستقبال رسول الله، شغلوا عن تنصيب الملك. يبقى اذا الافه اللي جت لشيخ المنافقين جت له من ايه؟ لا، من انه مجيء رسول الله فوت عليه ان يكون ملكا. كانوا هيعملوه ملك، وبعدين مجيء رسول الله وشغل الانصار والمدينه والى اخره شغلوا عن الايه؟ عن المساله دي. فلازم تظل في نفسه ايه؟ الحقد. يوم لما حصل بقى كده وفوت عليه هذه الفائده يبقى الحقد يجي في ايه؟ يجي في قلبه. ام ذهب الله بايه؟ وتركهم في ظلمات. ما قالش في الظلمه، لا، في ظلمات. ظلمات دي يعني متعدده، ظلمات متعدده ولا ظلمات مترتبه؟ يعني في فرق بين ظلمه متعدده، من هنا ظلمه ومن 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 هنا ظلمه، ظلمه الحياه، ظلمه التراب، ظلمه الحقد، ظلمه الحسد، ظلمه التمزق النفسي اللي هم عايشين فيه، ظلمات كل حاجه ظلمه. او هي ظلمات مركبه، يعني ظلمه في ظلمه. ظلمه في ايه؟ انتوا لما تيجوا مثلا تقرؤون مثلا ظلا ظليلا، ظل ظليل، الظل نفسه مظلل، الظل نفسه. ليه انت بترتاح تحت الشجره غير تحت شمسيه؟ الورقه دي مظلله دي ودي مظلله دي ودي مظلله دي ودي مظلله دي، فكأن كل ورقه مستظله في ظل. تبقى تعمل ايه؟ تعمل زي تكييف، تنبسط انت قاعد تحت الشجره ولا تدرك كده ببساطه. انما لما تكون قاعد تحت شمسيه تلتفت تلاقي شمسيه عكت شويه اشعه وبعدين غلبت عليك وبعدين ابتدات تتعب لانها. يبقى ظل ظليل يعني ايه؟ الظل الذي يظلك هو في ذاته مظلل بسواه. يبقى في ظل مركب زي اللي بيعملوه دلوقتي في بعض الخيام، تكييف يعني يعملها من ايه؟ من طبقتين او من ثلاثه او الى اخره، علشان يعني ايه؟ يعملها زي التكييف تحوش فهذا معنى ظل ظليل، يعني الظل نفسه ايه؟ مظلل. ولذلك يجب اننا نتنبه الى ان اساليب القران يعني بعض الناس ياخذ الفهم السطحي فيه. يقول له انا عايز تاخذ القران على ان المتكلم الله، على ان المتكلم الله. يبقى ما تاخدهاش بس بمقاييس مين؟ بمقاييس لغتك. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب ده الحجاب ده هو السافر،
يقول لك مستورا يعني ساترا، استعمل اسم المفعول مقام اسم الايه؟ والاصل حجاب ساتر. حجاب هي ساتر، تبقى ما تجيش ساتر وياها يا اخي. ساترا ساترا ده حجاب بده ربنا يقول لك ان الحجاب ده جامد قوي، ده الحجاب نفسه مستور بشيء اخر. الله. يبقى يجب ان يعدلوا فهم معطيات الالفاظ. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره ايه؟ حجابا ايه؟ مستورا. يقول لك مستورا اسم مفعول، نعم صح برافو، وهي في معنى اسم الفاعل، ويبقى المعنى على ايه يا سيدي كده؟ حجابا ساترا. طب ما هو الحجاب اصله ساتر، يعني ما تليقش كده بالله. يفرض انها تفوت عليك انت يا بشر وتقولها ونفوتها لك ونبلعها، انما ده كلام ربنا. ده يريد ان يجعل الحجاب صفيقا، فقال لك الحجاب اللي هو ساتر بينه وبينهم نفس الحجاب ده مستور على الله، يبقى اسمه حجاب ايه؟ ومن العجيب اننا في العصر الحاضر لما ارتقينا عملنا العمليه دي. انظر للستاير لما يعملوه، ستاره لما يعملوا الستاير يعملها من كم علشان ستاره تبقى مستوره بالستاره، تبقى عرفت حجاب مستور يعني ايه؟ حجاب مستور يعني نفس الحجاب له ايه؟ له زي ظل ايه؟ زي ظليل الظل نفسه مظلل عشان يديني تكييف. مفهوم ولا لا؟ يجي يقول لك إيه؟ انه كان وعده، وعد مين؟ وعد الله. وعده ايه؟ آتيا. يعني ما دام يعد يبقى الوعد ايه؟ لكن هو ما قالش كده، انه كان وعده مأتيا مش آتيا، ده مأتي. طب مأتي يبقى مين الآتي؟ يقول لك مأتيا اسم مفعول وبرضه خطه مطرح اسم ايه؟ الفاعل، والاصل ان وعده ان ايه؟ انه كان وعده آتيا. نقول له برضه ما فهمتش قوي. ده يريد ان وعد الله يلح في طلبك، يلح في طلبك، ده آتيا، وانت تلح في طلبه بعملك، بالعمل بتاعك كأنك ايه؟ كأنك كده ريحته. وهل الوعد هو المستفيد او الموعود هو المستفيد؟ يبقى نجعل الاتيان من جانب الموعود، لانه هو اللي هيستفيد. لان ايه يعني لما الوعد ما حرص الوعد على ان ياتيك، انما حرصي انا لان انا اللي هستفيد بيه. يبقى وعده مأتيا، يعني مأتيا اسم مفعول، ما تقولش آتيا ابدا. زي ايه؟ زي حجابا ايه؟ زي حجابا ايه؟ مستورا، ما تقولش ساترا. مفهوم ولا لا؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انظر الى قول الله بعد ذلك، لان كلمة ظلمة نفي للنور. النور ملوش دعوة بان تسمع، النور ملوش دعوة بانك تشم، النور ملوش دعوة بانك تلمس، النور بس قانون الايه؟ يبقى ساعد يقول ظلمة يبقى اللي امتنع ايه؟ وما دام امتنع البصر، والبصر هو الوسيلة الناقلة للعالم الخارجي الى العالم الايه؟ وهو آلة النظر في إبداعات الله في الكون. يقوم لما تمتنع منهم دي يبقى ايه اللي حصل منهم؟ مش حيوان، لا لازم نقول ايه؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليه؟ قال لك يا اخي لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، دي وسيله علم. افرض يا سيدي انهم في ظلمات وما يبصروش، انما ما دامت بقيت لهم آلة الادراك يمكن فيه امل انهم ايه؟ قال لك لا، افقدهم الامل في وسائل الادراك، افقدهم الامل في وسائل الادراك، لانهم صموا اذانهم عن سماع منهج الحق. خلاص بكوا فلم ينطقوا بالكلمة موائمة بما في قلوبهم. عمي لا ينظرون الى ايات الله في الكون وقانون الابداع وقانون الغاية وقانون السببية. يبقى وسائل انتهائهم الى الهدى متعطلة عندهم. يبقى اذا ما فيش امل، في تيئيس ولا ما فيش تيئيس؟
فيه تبقى صم بكم عمي فهم. ادي معنى قول الله فهم لا يرجعون. لا تظنوا انهم سيعودون بما لهم من وسائل ادراكيه اللي ربنا قال لا تعلمون شيئا وجعل. يمكن تقول دي ما دام موجوده يمكن يقول لك لا، صم بكم مش هيرجعوا بقى. ليه؟ لان وسائل الادراك مش موجوده عندهم. يبقى ما دام وسائل الادراك غير موجوده يبقى لا تطمعوا ان يعودوا اليكم فهم لا ايه؟ فهم لا يرجعون. جاء مثل اخر او كصيب من السماء. الصيب المطر، من صاب يصوب الصيب. واذا كان الصيب هو المطر، والمطر حين ينزله الله ينزل بالماء، والماء دي اللي به الايه؟ الحياه. وما دام الماء ده اللي به الحياه ربنا جايبه ليه؟ هو ما هو زي اللي استوقدوا نار. ما هو اللي استوقدوا نار كانوا يطلبوا ايه؟ ضوءها عشان يمشوا كده ينتفعوا بها دفئا واسترشادا. برضه الماء اللي جاي للايه؟ الحياه. بس هم افسدوه، هم افسدوه وخلطوا بها اشياء. هذه الاشياء لم يفرقوا بها بين ضر عاجل ونفع آجل. ايه يعني الحكايه دي؟ ما دام صيب يعني مطر، حين يقول الله كذا او كذا مثلهم كمثل الذي استوقد او كصيب، نقول انت بالخيار تشبههم بالاولاني توضحها ولا تشبههم بالايه؟ بالثاني. كويس كده. ولما كان النور هو الهدايه التي تبصرك بمواقع الاشياء حتى تصير على بينه ولا تتعثر، الدين والمنهج كده خلاص. فاللي هياخدها من ناحيه التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحيه استبقاء الحياه يجيبها من الميه. يعني يا تاخدها من دي يا تاخدها من دي، او تاخدها من الاثنين زي ما قالوا العلماء. لما اقول لك جالس فلانا او فلانا، يا تجالس ده جاي تجالس ده جاي، تجالسهم الاثنين يبقى جالس قوي، مش كده؟ او كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر، من صاب يصوب، من السماء يعني من السحاب، لان السماء كل ما علاك. السماء كل ما علاك فاظلك نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ سماء. وكل ما اقلك نسميه ايه؟ نسميه ارض. او كصيب من السماء يعني نازل من الايه؟ من السماء. الصيب ده بينزل عشان ايه؟ عشان نشرب احنا منه، ونسقي منه انعامنا، ونسقي منه زروعنا، خلاص. ونلين به ما قسى ليسهل علينا ان نشكله. كده ولا لا؟ نلين به ما قسى يسهل علينا اننا ايه؟ اننا نشكله زي ما احنا ايه. اذا فالماء فيه حياه. حياه لايه؟ حياه للجماد، تجيب الايه؟ طين ولا التراب ولا اي حاجه، وبعدين تقعد تشكل منه زي ما انت. اذا انت فيه حياه للجماد، لان مش هتنتفع به الا اذا كان وصلت بالماء. وتراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائيه. تراوة كل شيء كده ولينته بقدر ما فيه من الايه؟ والنبات بقى الجماد يحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والانسان يحيا به. اذا فكل جنس من الاجناس له حياه مناسبه له، تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياه يعني الحركه اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه؟ مناسب له اي حياه.